اورجيكم هلا الاشياء اللي بستخدمها وشو الاشياء اللي بتحتاجوها وكل شيء خطوه بخطوه، فكونوا معي. اول شيء رح نستخدم اكيد اللفافات اللي بتلف الشعر. طبعا انا ما بسويه، يعني انا شعري اذا شفتوا بالفيديوهات شعري ناعم، فلما احط اللفافات ما بتلف كريلي، فالبنات اللي بيقطع شعرهم رح يطلع كتير 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 حلو. يعني هي بحكي لكم اياها من عندي يلا نبلش. اللي بستخدمهم انا بيكون هيك شكله، اورجيكم هيك. طبعا عندي كيس كامل فيه كلهم، يعني اكثر من حبه، بيجي هيك شكلهم. طبعا اذا بدكم تقارنوه بانه بدكم تعرفوا السايز، انا عندي مقاس ثاني اللي هي بتكون اكبر. شوفوا الفرق مشان اذا لقيتوا انه بدكم تشتروها مشان تعرفوا الفرق. هاي الكبيره، هاي انا ما بستخدمها لهاي، لانه الفوليوم اللي بعمله بستخدم هاي. شوفوا الفرق، اوكي بتجي ارفع بس تقريبا نفس الطول، بس انه ارفع من اجنب. هاي بطرقة الكيرلي. في كمان مقاسات كتير طبعا، في هذا المقاس اللي هو بيكون اقصر بس انه يعني نفس فهمتوا علي. المهم بتحتاجوا هاي، بيجي جواتها كمان هيك، انه هاي نفسها اذا بدكم تشتروها بتلاقوها من محلات اللي بتبيع اشياء بالصالونات. اوكي، وكمان رح نستخدم هدول اللي هن انه هاي الاشياء، ما بعرف شو بتقولوا لها انتم. اكيد فرشايه. كمان رح نستخدم سشوار. هلا انا يعني فيكم تستخدموا، بتعرفوا السشوار العادي اللي بيكون سشوار عادي، فيكم تستخدموه، بس انا بستخدم هاد. هلا هاد نفس فكره السشوار العادي مع البراش، بس انا مشان انه اتحكم. في بنات ما شاء الله عليهم هيك بيعرفوا يسووه بالسشوار العادي، وبالعكس هذاك افضل، ما عم بحكي لكم انه هذا افضل، بس انا بفضل هاد لانه اسهل علي، يعني هيك بلفه وخالص. عرفتوا كيف؟ بستخدمه انا اوريدي، ببدل الراس لانه هلا بدنا ننشف شعري كله قبل ما نبلش. مشان يعني يفضل ما تستخدموه فورا على البرش، هو مي مشان ما يتنطف الشعر. انا بحب انشف، امشطه، اضمن انه نعم، بعدين ببلش الف خصله خصله، ورح اورجيكم طبعا كيف كل شيء رح اسويه خطوه بخطوه. فليتس جو، رح ننتقل يمكن لهونيك او يمكن انقلكم لهونيك معي. فتفضل تفضل. اوكي انا اخذكم.